أعزائي متابعي ومشاهدي موقع عن مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد وائل رئيس القسم الرياضي في الموقع، وهنكون معاكم في إطلالة رياضية سريعا. خلينا نبدأ من النادي الأهلي وقصة الصفقات وقصة إمام عاشور. نركز على قصة إمام عاشور، إن في اجتهادات كتير. إمام عاشور ما خلصش في الأهلي، إمام عاشور في طريقه لبيراميدز. طلعت حاجة أخيرة امبارح إن إمام عاشور عنده إصابة مزمنة في العضلة الخلفية أو قطع في وتر العضلة الخلفية، وكل الكلام ده لا اساس له من الصحه، سواء عدم انضمامه للنادي الاهلي او قصه الاصابه. امام عاشور تواجد النهارده في النادي الاهلي لتصوير البرومو الخاص بتقديمه لاعبا جديدا للنادي الاهلي. بالنسبه للاصابه مفيش اي اصابه مزمنه للاعب، اللاعب تم تاهيله وعلاجه بشكل كامل وجاهز للمشاركه حال قيده مع النادي الاهلي. امام عاشور هيبقى فئه اولى زي ما اتكلمنا قبل كده، هياخد 14 او 15 مليون جنيه. الصفقه خلصت مع نادي ميتلاند على 3 مليون ونص دولار، هتدفع على قسطين. يعني القسط الاول ممكن يروح خلال الايام الجايه دي، والقسط الثاني ممكن على اخر السنه. دي قصه امام عاشور. ننتقل لنادي الزمالك والقلعه البيضاء ومفاوضات نادي الزمالك مع اشرف بن شرقي. او اشرف بن شرقي رايح فين؟ ارتبط اسم اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك لانه كان لاعب سابق مع نادي الزمالك، فاسم اشرف بن شرقي دايما مرتبط بنادي الزمالك ووجوده داخل القلعه البيضاء. اشرف بن شرقي يمكن من ايام فسخ تعاقده مع نادي الجزيره الاماراتي بشكل رسمي، واللاعب اصبح فري. ولكن الازمه هنا مش في مرتب اللي انت تشتريه بيه اللاعب، العائق هو راتب اللاعب الشهري او اللاعب السنوي اللي بيقارب 1.5 مليون دولار. يعني اشرف بن شرقي صدم الزمالك، وحتى صدم الاهلي، وحتى صدم اي نادي مصري عايز يتعاقد معاه ان هو عايز 1.5 مليون دولار ليه في السنه لوحده. ولكن ده رقم كبير جدا، سواء النادي الاهلي اللي حاطط عقد او سقف للتعاقدات اللاعبين المحترفين، ونادي الزمالك ايضا، وايضا نادي بيراميدز مش هيخش يغلي عليهم. فدي قصه اشرف بن شرقي اللي بنسبه 100% مش هيكون متواجد في مصر. نروح لنادي الزمالك وللقلعه البيضاء والازمه اللي مثاره حاليا مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس اوسيريو، اللي عنده مشكله كبيره جدا في الماديات بتاعته. خوان كارلوس اوسيريو زيه زي اي حد في نادي الزمالك ما قبضش بقاله فتره كبيره جدا تصل الى شهرين او شهرين ونصف، يمكن ده نص الشهر الثالث. فخوان كارلوس اوسيريو عنده ازمه كبيره جدا، نادي الزمالك ايضا عنده ازمه ماليه وازمه دولاريه بشكل كبير جدا. ففي مشكله ما بين نادي الزمالك وخوان كارلوس اوسيريو، لو ما تمش حلها قد نشهد رحيل كارلوس اوسيريو من نادي الزمالك.